يا احلى مسا، يا احلى مسا. كل سنه وانتم طيبين وبالحب دايما متجمعين، حبايبي واهلي وناسي. انا لسه محتفله بعيد ميلادي مع اهلي في دار الامل، مع امهاتنا وابهاتنا، في وسط اهلي، اهل مصر كلهم اهلي. وكل سنه وانتم طيبين وبحب الله متجمعين، ويا ريت كلنا نفتكر اهالينا في كل مكان، نفتكر ولادنا الصغيرين، نفتكر ابهاتنا واهالينا. حاجه حلوه نحتفل بيها معاهم، نعمل لهم بسمه حلوه، نعمل لهم بسمه حلوه يا جماعه. ده مش هيأثر حاجه يعني، مش هيأثر حاجه يعني. وانا لسه جايه، فجايه بقى بسرعه. اشتريت بقى كرنبايه معايا، وعندي رز. هبطل محشي اليومين دول، عايزه اخد اجازه بقى، ادعوا لي ان انا اخد اجازه يعني. ف فقلت بقى ايه، عندي شويه رز، كنت بعمل خس، فبحب الخس جدا، عملت طبق خس. انا جايه من الامارات يا جماعه، ما كنتش بعمل محشي كتير، وكنت بشتغل مش فاضيه المحشي. فمن ساعه ما جيت وانا كل شويه محشي، شو اسوي مع نفسي؟ فتبلت الفراخ، تبلت الفراخ اهي، تبلتها بوريها لكم. اصل السناده بتاعت الموبايل مش عارفه فين، مش عارفه اسنده على عند البوتاجاز. فعندي شويه حاجات لسه عايزه تتعمل يعني، تتظبط، فتحملوني. فانا بجيب لكم الحاجه، بجيب لكم الحاجه لغايه عندكم تشوفوها. فاهو الفراخ اهي متبله، لازم تتبل زي ما انا قلت. استقبال الفراخ كيف نستقبل الفراخ؟ كيف ان احنا بتتغسل وتتشطف بالخل والليمون والملح، كل الكلام ده والدقيق، وتتظبط خالص وتشفشف خالص كده وخلاص. نعمل بقى بصلايه بمرده، ونقوم بشرينها في المبشره الحلوه دي، لسه جايباها جديده النهارده، ها عقبال عندكم. ونقوم متبلينها بالفلفل الاسمر والمرقه والحاجات دي، ونسيبها ساعه كده، نص ساعه من على بياتي بقى احسن كمان. بس انا عشان مستعجله قوي، فقلت يلا 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 بسرعه. فهنعمل بقى ايه، شويه محشي برضه النهارده، وامبارح كنت عامله خس. ف عايزه اخد اجازه بقى بالمحشي والسمك. انا بحب المحشي والسمك. فكان المحشي في السمك في الامارات كان غالي، فشو اسوي شو اسوي؟ فكنت ساعتها اجيب سمك، انما هنا بقى كل يوم التاني سمك 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 سمك. هناك كان قليل قوي ما اجيب سمك. بسم الله. شوح الفراخ اهو، السمنه البلدي، السمنه البلدي اللي موديانا في داهيه يا جماعه. بس نعمل ايه، نعمل ايه يا جماعه؟ مش عارفه اسند لكم التليفون فين. وانا جايه بقى جبت كوسه، جبت كوسه الجميله دي، والفلفل الجميل طبعا، كوستين كده مع المحشي. وبعد كده هننقل بقى الخضار ده، نقول في كيس تاني يا جماعه، ما تسيبوش في التلاجة في كيس اسمر عشان ده غلط. حط بقى المستكه، والمستكه والورق اللورا، ورق اللورا الجميل ده عشان الريحه يطلع لك احلى شوربه. ام المصريين، مطبخ ام المصريين، مطبخ متواضع يا جماعه. فهنضطر بقى ايه، هنفرغ بقى الخضار ده كده اهو، اهو وكيس تاني اهو، وده خلاص يترمى. بقى تحط فيه زباله، تحط فيه حاجه بس، انما انت اي كيس كده حلو اهو، حط بقى في التلاجة عندك في اي وقت تستعمليه. بنصح محدش يعين اكياس سمرة فيها اي خضار او فيها اي حاجه، خطر جدا جدا. نحاول اختار كتير بس يعني بعد الحاجه، يعني بعد الحاجه. فطبعا هنغلي ميه ونحطها على الفراخ. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. والمطبخ مكركب كركبه جامده برضو يا جماعه، ما اقدرش اقول لكم قد ايه عشان مستعجله.
الفلفل الاسمر. ممكن بقى تحطي طماطمايه، جزرايه، براحتك. ما تحطيش برضو، براحتك، براحتك خالص. وده ايه، كم قرن فلفل كده عشان يدوا طعم. ودي الكوسه اهي اهو. ده جرجير، حاجه بديعه، حاجه جميله. الحاجه كلها غاليه طبعا دلوقتي. جبت جرجير معايا، بحب الجرجير قوي. بحب الجرجير جدا يا جماعه. عامل ساعتها تحطه كده يصفى بجنب. لو معايا بنوته بقى مش كانت زمانها واقفه تساعدني؟ شو اسوي؟ بس انا وحيده، معيش بنات، معيش بنات يا بنات. بس انتوا كلكم ولادي، انتوا كلكم ولادي، وانتوا كلكم سكر نبات، حبايبي كلكم، حبايبي حبايبي. هنبتدي بقى ايه، نقور الكوستين دول. بسم الله الرحمن الرحيم. ونقطع بصلايه بالحق بصلايه صغنونه كده حط برضو جزرتين في الشوربه. طالما متوفر الجزر حطي، مش هيحصل حاجه. وبصلتين كده صغننين عشان البصل غالي، جايباه ب 40 جنيه. فاحنا يا جماعه بنتأدب دلوقتي، تأديب وتهذيب وإصلاح، تأديب وتهذيب وإصلاح، لغاية ما ربنا يرجع اللي راح. واللي راح هيرجع تاني إن شاء الله، كله هيرجع تاني. خلي بالكم يا جماعة، نتخنة شوية عشان لابسة بلطو. أنا عصفر يا جماعة. عايزاكم تشوفوا الحاجة اللي نازلة لي لسه، وأنا بصور في المول هناك في مول الغرير في الإمارات. تشوفوا الحاجات الجميلة اللي أنا مصورها لكم النهارده. بعتنها لي كده هديه، كده فرحتني ان هي جايه في عيد ميلادي. البصل ده لازم تقطعيه صغنن كده، وبصلايه كبيره. ايام البصل لما كان رخيص، بس دلوقتي هنحط ايه، بصل ده صغير كده. هنوطي بقى النار على الفراخ تستوي على مهلها خالص. وهنروح بقى ايه، نجيب السكينه. نسيت اجيب برضو مقوره النهارده. انا كل حاجه بنساها خلي بالكم، بس برضو بعمل بالسكينه عادي عادي يا حبايبي، مفيش حاجه توقفكم. والكوسه ما تقورهاش قوي عشان تبقى تغذي. ازاي لو انت قورتها قوي؟ لازم يبقى ماسكه كده تغذي الاولاد. شايفين يا دوبك القلب بس ايه، القلب بس من جوه حته صغننه كده خلاص اهي. في ناس بقى بتقور الكوسه قوي، لا امال هتتغذي ازاي؟ هتغذي الاطفالنا ازاي يا جماعه؟ وانت لو عايزه تقطعيها 2 اقطعي، عايزه تسيبها بحالها سيبيها. انا ساعه كده وساعه كده، ده سيبها بحالها، بس يا رب ما تقطعش مني. انا ما بحبش المقوره، بس هحاول اجيب. انا تبع الناس القدام. اهي اتقورت اهي في ثانيه، في ثانيه الا تلت. كوستين كده بس ايه، عشان ايه، تكمله عدد بس. تسلمولي تسلمولي يا حبايبي. هنعمل بقى المحشي. انا بوريكم الحاجه وبعد كده ايه هنقفل واصور المحشي ايه بعد ما اعمله.
عشان مش هتقعدوا معايا الفتره دي كلها، يعني المحشي هياخد له مثلا بتاع كتير ساعه، ساعه الا ربع على محشي. انا مجهزه الرز اهو، خلاص عملنا من كل حاجه حاجه. واللي فاضل ده ما ترموهوش، اللي فاضل ده ما ترموهوش، حطيه في ارضيه الحله. والماء المغليه هي انا هنحطها برضو على الفراخ. ده الفراخ بقى تستوي على مهلها، على ما نعمل ايه، على ما نعمل دقيقه المحشي. انا جايه من دار المسنين، جايه جري، وعايزه اقول لكم يا حبايبي يا ريت حد عنده حاجه حلوه يحتفل. افتكروا اهالينا في كل بلد، في دار مسنين، في دار يتامى، في ارجوكم عايزين نفتكر الناس دي. ارجوكم، انا احتفلت بيه معاهم وفرحت معاهم، فدول اهلنا وناسنا ما ننساهمش ابدا. ابهاتنا وامهاتنا ربنا يبارك فيهم يا رب، وكل سنه وانتم طيبين وبالحب متجمعين دايما. هجيب الرز من التلاجة. الرز اهو جبناه، الرز اهو جبناه، رز باقي اهو، كله تمام اهو. انا بقى ايه عايزه احشي ايه في الحله دي. لا حول الله، كل شويه الزيت يتكب مني كده، كل شويه الزيت يتكب مني. النهارده مش عارفه في ايه يعني. افرغه بقى في الصينيه دي، افرغه في الصينيه دي. عشان اخلص منه بقى النهارده، مش هقعده بقى كتير عن كده. انا عاملاه امبارح باين او اول، فكرته عملت خس، وكان نفسي اكل بقى ايه، كرنب. هختم بالكرنب، هختم يا جماعه بالكرنب. هنحط دي في الارضيه، وممكن بقى تقطعي طماطم وتقطعي بصل وهنحط جزر اهو في الارضيه، حلوه قوي. الارضيه حط فيها ايه، جزر، تحط فيها فلفل، تحط فيها فلفل، تحط بصل، تحط اللي انت عايزاه اهو. هنجيب بقى ايه، لسه سلقه الكرنب اهو، لسه هجهزه بقى واعينه في اطباق اهو. فانا بقى ايه سلقه شويه دول ايه يعني متكيه فيهم قوي، التانيين ايه يا دوبك شموا النار بس عشان لما يتحط في الفريزر. شايفين في ساعتها كده هو يستحسن على بيات، بس انا عشان ايه مش عايزه اقعد الرز اكتر من كده. شايفين اهو في ساعتها اهون، في ساعتها الحمد لله بامر الله. انا سريعه جدا يعني الحمد لله، ونفسي بناتي كده يتعلموا بسرعه. في بنات للاسف بتبقى بطيئه جدا جدا، ودول بيخنقوني قوي. شو نسوي معاهم؟ شايفين يا حبايبي قطعي بقى الورق زي ما انت عايزه، انت عايزه المحشيه قد ايه براحتك. شايفه اهو شايفه هتقطعي بقى كده براحتك اهو. وطبعا بيبقى على بيات، انت بقى مجهزه الاطباق ومجهزه ده ومجهزه ده، بس انا عشان ايه ما كانش عندي خلص، وجايه من الدار مستعجله، ولازم اعمل الرز عشان ما يقعدش اكتر من كده طعمه ما يغيرش. فسلقته وانا واقفه دلوقتي قبل ما افتح لكم مفيش بدقايق، واديني جبت بقى الحاجه اهون قدامكم تشوفوها.
مش عارفه الاضاءه عندي شكلها ايه. الدنيا عندي عامله ايه. كفايه نوركم عليا. كل سنه وانتم طيبين، وعايزاكم تخشوا على الصفحه، وانا برضو هبعت لكم من عيد الميلاد تشوفوه. وخشوا على صفحه ايمان الباز، خشوا على تيك توك، خشوا على الانستجرام، اليوتيوب. انا في كل دول، انا في كل دول يا حبايبي. فالمحشي شايفين اهون في ساعتها كده اهو. في ناس بتلف بقى ايه بالشقلوب عادي، برضو كل واحد حر. في ناس بقى بتلف كده، انا بلف كده، انا باخد عليا. في ناس بقى بتودي ايه، بتودي لقدام. عسراوي على رأي اهالينا، دي بتحشي عسراوي، اللي هو المختلف ده اسمه عسراوي. انا بقى بحشي اللي هو الحشي ده اسهل حاجه. بقول لبناتي لو يعملوا كده، لو بيعملوا الطريقه التانيه دي اسهل والله. اصل انت بتعملي كده لسه، على ما تعملي كده اكون انا حشيت 10 مثلا، يعني ما شاء الله. ادعوا لي يا اولاد وقولوا صلوا على النبي. حبايبي خليكوا هنا جنبي. مساء الفل عليكم يا احلى ناس، يا احلى بنات، يا كتاكيتي. احلى بنات واحلى ولاد، ولاد مصر، شباب العالم وبشوات مصر، غصب عن الحاقدين طبعا. محدش يجيب سيره رجالتنا ابدا. انتوا عارفين في قناه كتير مغرضه بتتكلم على رجالتنا، في ستات كتير بيجي لها فلوس من بره عشان تتكلم. طلقي كرامتك، مش عارف ايه، اعملي ايه، تركي ايه، طلقوا نص البلد. فبقول ربنا يهديهم، ربنا يهديهم. بيوت مصر اتخربت كتير بسبب العقول اللي زي دي. بدل ما تقول لها اديله فرصه واثنين وثلاثه وعشرة، تقول لها اتطلقي. لا ما ينفعش. اصل انت قاعده وبتاخدي ملايين، لو جوزتي كل يوم مش هيحصل حاجه يعني. انما اللي عندها، اللي ما عندهاش مكان، اللي معاها عيال هتروح بيهم فين؟ اللي اهلها مش هيتحملوها. فانت بتتكلمي، انت قاعده على كرسي عالي، قاعده فوق في العالي. انزلي الارض وحسي بالناس. بقول لاي واحده بتتكلم عكس كلامي، انزلي الارض وحسي بالناس. حسي برجالتنا طفحه الدم قد ايه. حسي بالرجاله اللي انت بتتكلمي عليهم بيخرجوا يدفعوا الدم قد ايه عشان يستروا بيوتهم، عشان يدفعوا دروس، عشان يدفعوا ايجار، عشان يدفعوا 100,000 حاجه، وانت قاعده تهندسي عليهم. فالتقي الله في ولاد مصر.